عادل فين؟ عادل في استراليا. ازاي نسافر استراليا ب 2900 جنيه؟ الفيديو طويل، ركزوا معايا عشان الفلوجات اللي جايه ازاي هنسافر دول العالم باقل طريقه ممكنه. زي ما انتم شايفين خدت طياره وطلعت الى اندونيسيا. اندونيسيا تقريبا التيكت كان ب 8000 جنيه، وبعد كده من اندونيسيا نقدر نطلع الى استراليا ب 2900 جنيه، يعني تقريبا كلها 10000 جنيه نقدر نسافر بيها الى استراليا بكل بساطه. نزلت الى اندونيسيا، قعدت اتفسح شويه واخد شويه صور حلوه. زي ما انتم شايفين اجمل من اجمل الجزر اللي ممكن تشوفوها في العالم، واجمل دول اندونيسيا وبالي. خدت طياره وصلت الى داروين، وبكل بساطه دي كانت الستارت بتاعتي. ممكن تبدا بداروين، ممكن تبدا بيرث، ممكن تبدا بميلبورن، مكان ما تحب. داروين من اجمل المدن اللي ممكن تشوفوها في استراليا، وهي في اقصى شمال استراليا. الموضوع بسيط جدا. اول ما توصل داروين في اماكن كتير ممكن تعملوها. انا انصح الناس ممكن تبدا تقعد فيها يومين ثلاثه، وفي اكتيفيتيز كتير ممكن تتعمل، والفايبس فيها حلوه، النايت لايف فيها حلوه جدا، وفيها اكتيفيتيز وادفنتشرز حلوه جدا هقول لكم عليها بالتفصيل. وهمسك مدينه مدينه بعد كده هتكلم عنها في استراليا، لان انا حبيت استراليا جدا، واستراليا من اجمل الدول اللي انا شفتها، وهي بالنسبه لي هي اجمل دوله انا شفتها في حياتي. انا المكان اللي انا فيه ده اسمه ووتر فرونت، ده موجود في داروين، في شمال داروين. بننزل نقعد نلعب شويه انا واصدقائي او ايا كان، وتقعد على البيت شويه. الموضوع ممتع جدا. بعد كده ممكن تاخد طيارة وتطلع على كورنز، بريسبن، سيدني، ميلبورن. ممكن تتحرك بالسيارة، ممكن تاخد تعيش وتتعايش بكل بساطة براحتك جدا. انا موجود حاليا زي ما انتم شايفين فيديو دي سيدني. سيدني يا جماعة هي مش جميلة، هي فوق الجميلة. سيدني انا اي فيل اتاتشد لسيدني صراحة. من اجمل المدن اللي انا شفتها في حياتي. مدينة خليط من ايه؟ خليط من كل حاجة حلوة صراحة. انا اول ما وصلت سيدني حسيت ان انا في هونج كونج، حسيت ان انا في نيويورك، حسيت ان زي ما انتم شايفين المكان اللي انا فيه، حسيت ان انا بالظبط كاني في السنترال بارك في نيويورك. وزي ما انتم شايفين اوبرا سيدني قدامكم. سيدني خليط بين كل حاجة موجودة. هي مش سيدني بس، استراليا. وانس ان انت في استراليا، انا زي ما انتم شايفين المنظر قدامي ده، انا في سنترال بارك بالظبط. شوية هحس ان انا ماشي في بريطانيا، شوية هحس ان انا ماشي في لندن، في هونج كونج. بالليل هتشوفوا الصور في الفيديو للاخر كأننا بالظبط في هونج كونج او في ماكاو. كل مدينة كمان في استراليا مختلفة. استراليا دولة منظمة جدا. استراليا من اجمل بقاع العالم، وبالنسبة لي انا تم اختيار استراليا بالنسبة لي حتى هذه اللحظة من 119 دولة حول العالم. استراليا اجمل دول واجمل دولة انا شفتها في حياتي. دي اوبرا سيدني هي قدامكم. وطبعا من اجمل ما يميز سيدني هي بس مش انها مدينة جميلة. بالمناسبة يا جماعة، عاصمة استراليا هي مش سيدني. ناس كتير ممكن تقول لك ميلبورن او سيدني، لكن كانبرا هي عاصمة استراليا. المنظر او الكوبري اللي قدامكم ده كمان بيفكرني ببروكلين بريدج اللي موجود في نيويورك. زي ما قلت لكم انا ماشي بالظبط، انا كاني ماشي في نيويورك. طول ما انا ماشي في المكان ده هي نيويورك. خدت صور حلوه جدا. طبعا احنا عارفين ان استراليا مشهوره بالكانجرو. زي ما انتم شايفين ده حيوان الكانجرو جميل جدا. وده حيوان الكوالا. الكوالا يا جماعه بتنام 23 ساعه، تصحى تخلف وتنام وتاكل وتنام تاني، تصحى ساعه بالظبط وتنام بقيه اليوم تقريبا، ما بتعملش اي حاجه. المنظر قدامكم ده انا كاني في برشلونه بالظبط، كاني في اسبانيا. ده المنظر. عشان كده بقول لكم انا بحس ان انا في كل قطعه او كل شارع في استراليا بحس ان انا في مكان. المنظر اللي قدامكم ده انا بالظبط شفته زيه كتير جدا. ممكن تشوفوه في نيويورك، ممكن تشوفوه في المانيا، ممكن تشوفوه السكاي لاينز. من اجمل البقاع اللي انا بحبها، ومن اجمل الحاجات اللي انا بحب دايما اتحرك فيها واشوف المدن. بحب دايما اشوفها من هليكوبتر، بحب اشوفها من مناظر من المرتفعات. بالنسبه لي باخد 360 درجه، بستمتع بيها جدا. خلصنا سيدني الصبح، ندخل على سيدني بالليل. سيدني بالليل النايت لايف فيها اكتر من روعه. ده منظر الاوبرا قدامكم. شواطئ استراليا ما اجمل شواطئ استراليا، وشواطئها ناعمة وفيها شواطئ جميلة جدا جدا جدا. تنبسطوا جدا في كل شواطئ استراليا في ايا كان الوقت. طبعا الاكل حدث ولا حرج. كل انواع الاكل وكل حاجة انتوا نفسكوا فيها موجودة في استراليا. طبعا انا اكلت سوشي لما خلاص شبعت سوشي.
بعد كده اتحركت ووصلت الى ميلبورن. انا دلوقتي في احد اشهر شواطئ في ميلبورن، وانا حاليا مع اصدقائي وتعرفت على ناس كتير جدا في ميلبورن، وانبسطت قوي 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 في استراليا. خلينا نكمل اقول لكم على اهم الحاجات اللي ممكن تميز كمان استراليا. المواصلات العامة يا جماعة في استراليا اسهل ما يمكن، وكل مدينة مختلفة عن التانية. على سبيل المثال سيدني، لما وصلت سيدني مختلفة تماما. انا ممكن بكارت البنك، الديبت كارد او ايا كان كارت البنك، ممكن اخده واستخدمه، بيفتح لي كل وسائل المواصلات، البوابات كلها بتفتح وبيتم الخصم اوتوماتيك. مش محتاج ان انا اجيب كارت المترو او كارت المواصلات او اشحن الكارت، لا بكارت البنك بدفع وبيتم الخصم تلقائي. طبعا انا قعدت شربت حاجات كتير جدا زي السبرايت اللي قدامكم دي، عجبتني قوي. المطاعم بكل انواعها متاحه، مطاعم اسيويه، مطاعم يوروبيان، مطاعم عربيه، كل حاجه متاحه صراحه في استراليا. حبيت استراليا جدا بالليل، حسيت بالامان. انا مش يعني فيها هوملس صراحه، لكن انا حسيت بامان رهيب جدا في استراليا. شايفين المنظر يا جماعه؟ منظر الشارع عامل ازاي؟ دي منظر شوارع استراليا، منظر شوارع سيدني. المنظر ياخد، انا كفايه ان انا ماشي في المنظر ده. فعلا انا استمتعت جدا بكل دقيقه انا عشتها في سيدني وعشتها في استراليا بصفه عامه. بس هقول لكم على حاجه جميله جدا، الجنه من غير ناس ما تنداس. استراليا جميله وفيها كل حاجه حلوه، بس حرفيا انا شفت اجمل ناس انا شفتهم في حياتي تقريبا. انا مش عارف هو ينفع اقول استراليانز ولا لا، بس ايا كان، حتى لو ناس من جنسيات تانية او ناس خدوا الجنسية الاسترالية، بس فعلا استراليا جمعت تقريبا احسن ناس موجودين في الكوكب وحطوهم في استراليا. ناس جميلة، البلد جميلة، الناس رايقة، الاجواء حلوة، الناس كلها مبسوطة، لدرجة ان انا استغربت اول مرة اروح في حياتي دولة A كلاس. لما بروح دولة A كلاس بستغرب جدا ان دايما الناس كشرية، دايما الناس تعيسة، دايما الناس مش مبسوطة. مش قادر افهم ايه السبب، يعني دولة جميلة جدا واي حد يتمنى يعيش فيها من الدول ال A كلاس. بس لما وصلت استراليا لقيت كل حاجة جميلة، الناس جميلة، الناس بتساعدك، الناس مبتسمة، الناس نفسها تعمل لك كل حاجة، لو تقدر تساعدك هتساعدك وبدون مشاكل. الناس مبسوطة. لدرجه ان انا سالت الناس يا جماعه هو انتوا ليه بتعاملوني كده، او انتوا ليه كويسين كده؟ قالوا لي اجابه قاطعه من كل المقاطعات اللي انا رحتها: احنا مبسوطين. اجابه كفيله ان هي اقول شكرا استراليا، شكرا للناس اللي ساعدتني في استراليا، شكرا للوقت الحلو. ان انا بعد 119 دولة صعب جدا ان يكون في دولة تقدر تبهرني، لكن استراليا عملت ده. ما اعتقدش هتبقى في دولة زي استراليا تقدر تبهرني بسهولة. هنشوف القادم ايه. اتمنى ان انا اقدر اوصل 195 دولة، واتمنى ان انا اقدر اشوف العالم. انبسطت جدا بالكانجرو، انبسطت جدا بالكوالا، انبسطت جدا بالفايبس كلها. استراليا جنة من الجنان الموجودة في الارض، جزيرة جميلة، الفايبس فيها حلوة، فايبس ان احنا عايشين في جزيرة، بس جزيرة كبيرة جدا فيها كل السيزونز، الوينتر والسمر والاوتوم وكل حاجة موجودة، والسبرينج موجود. فانا ان شاء الله راجع استراليا تاني، هرجع استراليا قريب، هبدا انزل فلوجز الى حد ما، اتمنى ان هي تعجبكم واحده واحده. عن استراليا هبدا اتكلم عنها، هتكلم عن كل مدينه وايه اللي ممكن نعمله في كل مدينه بالتفصيل. هكلمكم عن تاشيره استراليا في الفيديوهات اللي جايه. اتمنى تتابعوني على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. اتمنى تدعموني. انا عارف ان انا يعني هبدا ستيب باي ستيب حوار الفلوجز والفيديوهات. اتمنى ان هي الفيديو ما يكونش طويل، اتمنى تكونوا استمتعتوا حتى بالفيديو وانتوا بتتفرجوا عليه واحده واحده كده. وان شاء الله هكون معاكم خطوه بخطوه. هكلمكم كتير عن كل دول العالم، هحاول اكلمكم واديكم معلومات عن كل دول العالم، هكلمكم ازاي نحجز التيكت بقى المره اللي جايه. انا وريتكم ستيب باي ستيب ازاي قدرت احجز تيكت الى استراليا واوصل استراليا تقريبا ب10,000 جنيه بكل بساطه. اتمنى ان اللي ما سافرش استراليا يسافر. واخيرا قبل ما انهي، فعلا وانا مقتنع بالكلمه دي، اللي ما سافرش استراليا ما سافرش في حته نهائي دلوقتي، مهما رحنا ومهما جينا، من وجهه نظري طبعا متواضعه. اشوفكم على خير. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم. لو عندكم اي سؤال بخصوص استراليا اكتبوا لي في كومنتات ومنتظر تعليقاتكم.